صباح الخير، صباح الفل عليكم يا بناتي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده حبيت اشارك معاكم اكله كلنا بنحبها على ما اعتقد يعني. وانا من عشاق الاكله دي، فحبيت اشارك معاكم. طبعا كلكم اساتذه فيها، فانا مش هزيد عليها كتير، بس حبيت اشاركها معاكم. فتابعوا معايا الفيديو وان شاء الله تستفيدوا منه. وطبعا حبيت انوه لحاجه كمان. لو في عدم وضوح في الرؤيه او في مشكله في الاضاءه، فمعلش اعذروني، لان انا عندي مشكله في الموبايل اللي انا كنت بصور بيه، وكمان عندي مشكله في الاضاءه اللي في المكان اللي انا كنت بصور فيه. فمعلش اعذروني واستحملوني شويه. وجاري التعديل ان شاء الله. بس ادعولي بتيسير الحال وصلاح الاحوال ان شاء الله. هنا كمان معايا نص كيلو رنجة. طبعا الرنجة اللي انا كنت بشتريها معاكم في المشتريات بتاع الشهر. فانا عملتها النهاردة، كان الجمعة، وان شاء الله الفيديو ده هينزل لكم يوم السبت ان شاء الله. فانا بحب كده انضفها يعني. في ناس كتير بيمسكوا الرنجة يعملوها زي ما هي كده على النار، فلا، انا بحب انضفها كويس جدا. بعملها كده معاملة السمك، اللي هو يعني لو انا هتبل سمك او اي حاجة. فبصوا، بعين كل حاجة خارجية للرنجة، وكمان بعين اسمه ايه، الزعانف بتاعتها، وكمان بعين الراس بتاعتها بقطعها. يعني مش ببقى محتاجاها يعني. يعني في ناس بيحطوا كل الرنجاية على النار، لا انا بحب يعني ايه اظبطها شوية. واحب انضفها لان كمان بنتي بتاكل منها، فبيبقى جوه الرنجة في الامعاء بتاعتها، فما ينفعش ان انا هسويها والامعاء بتاعتها جواها. بصوا المنظر. فمحتاجة ان هي تتنضف كويس وكمان تتغسل كويس. انا بحب اغسل الرنجة، لان الرنجة بتبقى محطوطة اوقات في صناديق، اللي هي الصناديق الخشب، وبتتنقل من مكان لمكان، وكذا واحد مثلا شخص بيبيع لك الرنجة بتتنقل، بتبقى محطوطة في السوبر ماركت مثلا مش متغلفة كويس. فالواحد برضو الامر ما يسلمش، فبقول لا، لازم انضفها تنظيف كويس ولازم اغسلها. وبصوا يعني انا نضفتها، بيبقى جواها الامعاء بتاعتها للاسف ما طلعش فيها اللي هي البطارخ. كانت الرنجة ملهاش بطارخ. شفتوا؟ انا بحب جدا البطارخ اللي هي المقرمشة دي، اللي يتقرقش دي. فطبعا ما كانتش موجودة، فبس برضو كانت طعمها حلو قوي. وكمان هنا غسلتها كويس جدا. بصوا انا عملتها معاملة السمك، فلازم تغسلوها كويس جدا. على فكرة هتفرق جامد جدا في الطعم، جربوا الطريقة دي والله بجد هتعتمدوها. انا عارفة ان انا يعني مش بزيد او مش بضيف اضافة جديدة. كلكم اساتذة فيها طبعا، بس انا يعني ايه قلت اشارك معاكم الوصفة. فانا بحب اغسلها كويس جدا. مين فيكم بيحب يغسل الرنجة بقى؟ يعني في ناس على ما اعتقد هتعترض عليا ان انا غسلتها وكده، بس معلش يعني زيادة احتياط. فلازم تتغسل، ولازم الامعاء من جوه تخرج قبل ما تتعمل على النار. فهنا غسلتها كويس قوي، سيبتها تتصفى. وكمان جبت هنا اللي هو السردين برضو اللي انا كنت جايباه معاكم في المشتريات. هو طلع لي تلات سردينات. 3 سردينات صغننين كده حلوين. برضو هعملهم معاملة السمك واقعد انضفهم كويس جدا، كان فيهم القشور بتاعتهم، وكمان عينت كل حاجة خارجية مش ممكن تتاكل يعني او هتضايقني في الاكل وكده. فعينت كل ده ونضفته كويس جدا. بصوا كل ده اللي هي اسمها ايه، الزعانف، او لا، القشور اللي على الجلد اسمه ايه، اسمه ايه. القشور اللي على الجسم السردين، فانا طبعا شلته كويس جدا ونضفتها. وكمان قطعت الراس بتاعتها. وكمان فتحت الامعاء بتاعتها، بطنها يعني، وطلعت منها برضو الامعاء. بصوا يعني ده هيستوي في النار، فمش هيبقى المنظر كويس، والطعم مش هيبقى احسن حاجة يعني. فيعني جربوا الطريقة دي والله بجد هتعتمدوها، وهتدعولي بعد كده. الطعم هيختلف جدا لما تتنضف يعني. انا كمان نضفت الامعاء. بصوا مش عايزه اطول عليكم في الفيديو، بس يعني ومعلش اعذروني بقى للمنظر اللي عمال يطلع من السمكه. بس كلنا ايه، ستات بيوت، وعارفين ان احنا لازم نمسك الحاجه ننضفها كويس عشان اولادنا وعشاننا وعشان صحتنا كمان، وعشان ناكل حاجه طعمها حلو او طعمها مختلف شويه. آه بصوا انا هنا بطلع كل القشور اللي موجوده، وهنا خلصتها خلاص، هغسلها كويس جدا، وهسيبها تتصفى. وبعد كده هجيب طاسه كده. فهنا نضفتها كويس وبعين كل القشور، وهنا جبت طاسه فهحط فيها شويه زيت. وبعد كده هنزل بالرنجة. وكده كمان هنزل كده الزيت سخن.
انا بحب كمان احط الزيت مع الرنجة وهي بتتشوي، عشان بحب طعم الزيت بتاع الرنجة، يعني بحب طعم الرنجة لما ينزل في الزيت كده، بحب اغمس بيه بالعيش، بيبقى طعمه حلو جدا. جربوها على فكرة، طعمها حلو قوي. بصوا بقى الطشطشه، يعني حاجه كده. بصوا شكلها وهي تتفتح، يعني يا جماعه والله العظيم الاكله دي اسمها العشق، يعني انا مهما اكل فيها يعني مش هشبع منها. فكمان كان طعمها حلو جدا. انا بقلبها يعني تقليبه مره كمان، وحاولوا كمان ما تسيبوهاش على النار كتير، يعني تاخد لها تقليبه. يعني تحس كده ان هي فتحت لوحدها وبقت كويسه، تشيلوها على طول عشان اللحم بتاعها يفضل كده جوسي وطري وطعمه حلو، ما تنشفش معاكم في النار. وكمان الملح بتاعها ما يتركزش فيها قوي، لو قعدت على النار كتير هتلاقيها الملح بتاعها بقى مركز شويه، فبقت حادقه شويه. تمام كده. بصوا هنا بقلبها تقليبه كمان، يعني اللي هو ايه، باكد عليها السوا. وهنا هطلعها بقى. بصوا الحته دي على فكره انا اخدتها واكلتها، انا مش صابره بصراحه، يعني ريحتها تحفه وطعمها يعني رائع. فانا مش صابره كمان ان هي تتحط في الطبق. هنا كمان طلعت الرنجة وحطيت هنا السردين بعد ما غسلته كويس ونضفته كويس جدا، بس عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. وهنا حطيت زيت، طبعا جوزي واقف كده جنبيا، حطي زيت. خلاص حطي زيت كمان، فحاضر. هو بيحب السردين فيه زيت كتير. هنا كمان قلت بقى اخلي الرنجايه. بصوا انا بطلع هنا السلسله بتاعه الرنجه، وبعد كده في بيبقى هنا على الجوانب كده شويه شوك خفيف قوي، فبشيله وخلاص كده. خلاص اللي عايز ياكل بقى هياكل وهو مطمن، مش هيبقى فيه ولا شوكايه هتضايقه وهو بياكل. وكمان انا بشيل الشوك وبخليها كويس جدا، عشان حنين وكده تعرف تاكل كويس، ومفيش حاجه حبيبتي تقف في زورها. على فكره الرنجايه كان طعمها حلو جدا، على الرغم ان هي كان ما فيهاش بطارخ. كنت نفسي في بطارخ بصراحه، بحب قوي البطارخ بتكون طعمها حلو، بس يلا ماليش نصيب فيها المره دي. بصوا كل ده الشوك اللي طالع من الرنجايه، وكده الرنجايه تمام زي الفل. وهنا كمان حطيت معاها شرايح ليمون. وكمان حطيت فلفل اخضر اللي هو الحامي، لان جوزي بيحب ياكلها بفلفل حامي، فما برضاش اقطع الفلفل على الوش عشان بنتي وكده. فكل واحد كده بياخد له قرن فلفل، ويقعد ياكل فيه براحته. وهنا كمان طلعت السردين نزلته من على النار وحطيته، كان دايب عامل زي الزبده بالظبط، دايب في الزيت وطعمه حلو جدا. هنا قلت كمان اعمل لهم بقى اظبطهم، انا كده ظبطتهم النهارده. فقلت كمان اعمل لهم شويه سلطه طحينه، فجبت كوبايه طحينه انا عاملاها في البيت، وكمان كوبايه زبادي، ورشه ملح، رشه شطه، رشه توم بودره لو عندك توم فريش تمام، بس انا بصراحه كسلت ان انا اطلع توم فريش. وكمان حطيت سنه خل وشويه ميه، ولو عندك بابريكا يبقى تمام. وهنا بقلب كويس جدا، وبخلي القوام كريمي، ولا خفيفه قوي ولا تقيله قوي، بتديني طعم تحفه. بصوا هنا قلت بقى اصب لهم يعني انزل سلطه الطحينه في طبق تاني، وكده بصوا القوام كان طعم تحفه ورائع. بتمنى ان الوصفه يا بنات تكون عجبتكم. وشكرا لتعليقاتكم الجميله، وشكرا لقلوبكم الحلوه، وشكرا للتعليقات اللي جات لي في اخر فيديو، بجد شكرا يا بنات. وشكرا لكل الناس اللي دخلوا قناتي، اهلا وسهلا بيكم، نورتوني وشرفتوني. وبتمنى ان القناه عندي تعجبكم، ويعني تبقوا مبسوطين فيها وتستفيدوا منها ولو بالقليل. وشكرا يا بنات، انا مش عارفه يعني اشكركم ازاي، بس بجد شكرا لكم. وهنا يكون نهايه الفيديو معاكم، ومع السلامه حبايبي في رعايه الله.